السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الليجل كونسلتنت طارق السابر. في الحلقة دي محور حديثي حيكون حول عدة مواضيع. الموضوع الأول سوف أتحدث عن زيارة أو استهداف سارس لعدة مدن سودانية، وأهمها استهداف محطة تحويل الكهرباء بمدينة بورسودان، وأيضا استهدفت اللواء 38 أبكر شولا. فبالتالي هذه الاستهدافات تمت من قبل سارس آخر الأيام دي. طيب، وأيضا في ذات السياق سوف أذهب في الجانب الآخر، سوف أعلق على تعليق أو على منشور القيادي بالمؤتمر الوطني الإرهابي المدعو النعمان إبراهيم، علق بأنه المؤتمر الوطني شتان ما بين المؤتمر الوطني وبين الحركة الإسلامية. يعني المؤتمر الوطني لا يعني الحركة الإسلامية، ولا الحركة الإسلامية بتمثل المؤتمر الوطني، وده كلام جديد ويجب أن الناس يعني يستوقف عنده ويبينوا الحقائق اللي بتربط المؤتمر الوطني واللي بتفصل المؤتمر الوطني من الاخوان المسلمين. هل هم شيئان لعمله واحده او كل في اي حاجه برام بتختلف من الاخرى؟ وايضا نمشي لحته ثانيه، المساله بتاعت قرار والي ولايه القضارف العسكري الدعا الى انه اغلاق الاستنفار او اصدر بحل لجنه الاستنفار والمقاومه الشعبيه بمدينه القضارف. طيب، واخيرا ايضا سوف اتحدث عن بامر من ترامب يامر الدول الخليج بتجميد كل اموال المؤتمر الوطني وتجميد اموالهم وارصدتهم في البنوك بدول الخليج عامة. والمسألة دي تأثيرها شنو على المؤتمر الوطني وعلى الكيزان، وده بيعني شنو سوف برضو نبينه في الحلقة دي. طيب، أول حاجة خليني نبدأ باستهداف سارس زارت في الصباح الباكر، زارت واستهدفت محطة تحويل الكهرباء بمدينة بورسودان، والكلام ده امتدادا للشيء اللي قاعد تقوم به سارس في الأيام اللي فاتت بعد الضربات القوية جدا اللي وجهتها في مدينة الدمازين لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية وميليشياته. أيضا سارس في ذات السياق مشت وضربت محطة تحويل الكهرباء بمدينة الأبيض. الكلام ده رسالة واضحة، رسالة مفادة إنه ما في منطقة آمنة في السودان، وبورسودان ذاتها ما آمنة وما عصية وما بعيدة على الدعم السريع وما عصية على مسيرات حكومة السلام والوحدة، حكومة تأسيس. فبالتالي نحن نبارك ونهني الأشاوس في سارس بالعمل الدؤوب والعمل الكبير باستهداف المناطق الحيوية لجيش الحركة الإسلامية الإرهابية بقيادة المدعو عبد الفتاح البرهان. وفي ذات السياق سارس انتقلت لحتة ثانية وضربت اللواء 38 أبكر شولا، وضربت مخازن ودمرت مخازن كبيرة جدا للسلاح لجيش الحركة الإسلامية، وأيضا دمرت المدافع كبيرة جدا موجودة هنالك وحيدتها وطلعتها خارج نطاق الخدمة. فبالتالي نحن رسالتنا واضحة، ورسالة يعني لا لبس فيها ولا غموض، إنه ما في منطقة في السودان ده بعيدة على تأسيس، وما في منطقة آمنة. ودي رسالة واضحة ومفادة للشيء اللي قاعدين يروجوا له يعني معظم الأبواق بتاعين الكيزان وبعض الناشطين المراهقين سياسيا بمسألة الانفصال والترويج الانفصال كخيار مطروح عند الكيزان، وده خيارهم الأخير، ما عندهم خلاف وخيار، لأنهم انهزموا 6-0 في الحرب دي وما قادرين على الحرب دي، لكن بيعجزوا يطلعوا يقولوا للشعب السوداني إنه نحن اتهزمنا ونحن الحرب دي يعني اتجاوزت طاقتنا وما بنقدر لها وما بنقدر نحارب. فبالتالي الان بيناوروا بالكرت بتاع الانفصال وده كرت بتاع الضغط، لكن نحن ما بعني لنا شيء. نحن كداعمين لتاسيس خطنا خط الوحده، خطنا سودان موحد فيدرالي وما في انفصال نهائيا. واي زول بروج للانفصال يشوف له سفينه يركبها، يشوف له سنبك يركبه او يشيل سلاحه ويجي يحاربنا. الاليه بتاعت انه البلد دي تكون تمشي لقدام وبدون انفصال هي آلية البندقية، والزول الثاني خط البندقية ما عنده حل غير انه يشيل السلاح ويجي يحارب. ما في حل اخر خلاف الكلام ده. يا هزمتنا يا هزمناك، ونحن مؤمنين تماما بمشيئة الله سبحانه وتعالى قادرين نهزم الفلول ونهزم اعوانهم في الحرب السودانيه الدائره دي، لانه الحرب دي نحن مفروضه علينا، ونحن الان وصلنا لمرحله نحن في مرحله بتاع الدفاع عن نفسنا، والان في مرحله بتاع تطهير كامل السودان من دنس الارهاب ودنس بني كوز. فبالتالي الكلام ده يجب انه يكون واضح ويكون اون ذا تيبل. طيب،
نمشي نعقب على التغريده بتاعت النعمان القيادي او الامين السياسي للمؤتمر الوطني النعمان ابراهيم، طلع بتغريده مثيره جدا، ويتكلم عن انه نحن كمؤتمر وطني ما عندنا علاقه بالحركه الاسلاميه، وانما نحن كحزب سياسي. ملخص حديثه قال انه عفوا، قال انه نحن كمؤتمر وطني بنرجع للسلطه عن طريق بالديمقراطيه وبالانتخابات عفوا، قال بيرجع للحكم تاني عن طريق الانتخابات وعن طريق الطرق الدبلوماسيه، وبيرجع بحكم الشعب السوداني. طيب، اول حاجه المؤتمر الوطني هو اسوأ فرع من فروع التنظيم بتاع الحركه الاسلاميه الارهابيه على مستوى العالم، لانه المؤتمر الوطني هو امتداد للحركه الاسلاميه الارهابيه، التنظيم الكبير الموجود على مستوى العالم، وتدمر يعني العالم يتضرر منه في المسائل الكثيره اللي قاعدين يعملوها، في التعدي على المواطنين، وفي نهب الممتلكات، وفي استهداف السفن، وفي استهداف شعب العالم الموجود ده. فبالتالي المؤتمر الوطني ديل نظام اجرامي ارهابي قاموا في السودان ده، قتلوا اكثر من 330,000 في دارفور. البشير طلع في مؤتمر، طلع ويتكلم بلسانه وقال احنا قتلنا 30,000. فبالتالي الان الزول الداري يقوم يجي يتنصل من الحركه الاسلاميه الارهابيه وانه المؤتمر الوطني، الان نحن عدونا الاول المؤتمر الوطني بعد ذاك الحركه الاسلاميه الارهابيه. المؤتمر الوطني ده أسوأ من الحركه الاسلاميه في ذات نفسها، وده أسوأ فصيل للحركه الاسلاميه. فبالتالي كونك انت تنط من المركب دي وانك تحكم شعب سوداني، شوف لك شعب سوداني ثاني تحكمه. نحن موجودين، انت ما بتحكم شعب سوداني، والشعب السوداني زمان اللي قاعد تخمه، والانتخابات اللي بتزورها يعني انتخابات لناس معينين وباقي الناس ما ينتخبوهم، دي ثاني ما في الدوله السودانيه. نحن مؤمنين تماما انه الدوله السودانيه دي صلاحها بيكون بعيد من المؤتمر الوطني، والدوله السودانيه الاصلاح الحقيقي بيكون بعيد من الاحزاب الفكه الكثيره الموجوده، لانها كلها احزاب واجهات للمؤتمر الوطني. كل الاحزاب السودانيه شاركت لحد سقوط المؤتمر الوطني في 2019 الاحزاب بتاعت فكها وعندها مصالح مع المؤتمر الوطني، وياسر كاسات طلع كشف الاحزاب القديمه دي ووضح، قال انه نازل عندهم انصبه في القوات المسلحه وعندهم ضباط قاعدين يدخلوهم في القوات المسلحه. فبالتالي نحن ضد اي فكره بتاعت اعاده المؤتمر الوطني ثاني للسلطه، سواء سياسيا او عسكريا او اقتصاديا. الحرب دي قومتوها وانتوا الان قتلتوا الاف مؤلفه من ابناء الشعب السوداني امتدادا لجرائمكم السابقه من 2003 وقبلها من 89 باعدام 28 ضابط، بديتوا الاجرام من هناك. ثاني بعد ذاك حرب الجنوب، ودخلتوا الشعب السوداني في المساله بتاعت استخدمتوا الطلبه في انهم يمشوا حرب الجهاد والحرب الجهاديه، واستخدمتوا الدبابين الطلبه السودانيين المفروض يكونوا امل الامه السودانيه ويبنوا السودان لقدام، استخدمتهم كدبابين وكوقود للحرب، ووديتهم وقتلتهم في جنوب السودان، ونهيتوا يعني جيل المفروض كان هو اللي يكون المناره للسودان ويضوي للسودان يمشي للامام. فبالتالي نحن ضد اي فكره بتاعت اعاده المؤتمر الوطني من جديد، سواء سياسيا او عسكريا او بتاع. نظام المؤتمر الوطني نظام اجرم في حق الشعب السوداني، ونظام اسوأ ما ولدته الشعب السوداني. فبالتالي يجب انه يمشي الى مزبله التاريخ، ويجب انه يقول جو اون. الشعب السوداني ثاني ما بيرتضي، ووعى الحرب دي من ضمن المكاسب بتاعت الحرب وعي الشعب السوداني وادراكه انه الحرب دي الشعب السوداني يعني لا عنده فوق لا ناقه ولا جمل، وانه حقوقه كانت مسروقه ومسلوبه، واراده الشعب السوداني مسلوبه من قبل ابناء المؤتمر الوطني ومن قبل الجلابه. فبالتالي الان الشعب السوداني وعى وعرف حقوقه وعرف يعني شنو دوله. يعني كان بتمشي تلقى زول هناك في منجنقري، او تلقى زول هناك في بغادي عندنا هناك في الدمازين، غال الدمازين هناك في بوط او رورو، ما بيعرف يعني شنو دوله، ما بيعرف يعني شنو حقوق، ما بيعرف الحق من الواجب او من الامنيه. بيفتكر انه المويه والكهرباء والتعليم بيفتكر انها دي اماني عشان تصل له عنده، ودي حقوق ابسط حقوقه. فبالتالي نحن ضد الظلم، ويجب انه العداله تتوزع في الدوله السودانيه، ويجب انه الموارد ذاتها تتوزع على ابناء الشعب وعلى ابناء الاغاليم، كل ابناء اغليم يستفيدوا من اغليمهم. ما ممكن زول في النيل الازرق عنده خزان بتاع ريسيرس قاعد يغذي السودان ده بالكهرباء، وكان طلعت برا الدمازين بخطوه واحده، او في احياء خارج الدمازين او داخل المدينه بتاعت الدمازين الاحياء الطرفيه ما عندها كهرباء. ليه؟ لانهم ابناء هامش، لانهم بلاك بيبول، لانهم مستهدفين، لانه الدوله دايره ابناء الهامش يكونوا كده ولا يمشوا لقدام. ونحن والله ضد نحن مع العداله،
نحن مع دولة المساواة ودولة العدالة ضد الظلم، أي زول ظالم يتحاسب ويمشي يقدم للمحاكم، وأي زول كوس أجرم في حق الشعب السوداني يتحاكم في محاكمات عادلة داخل الدولة السودانية، أو يتقدم الزول المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية يتم تسليمه. الآن كون إنه تخلوا المجرمين البشير وغيره تخلوهم قاعدين يبرطعوا عبد الرحيم محمد حسين، يبرطعوا في الدولة السودانية وهم أجرموا في حق الشعب السوداني وقتلوا ملايين من البشر من أبناء الشعب السوداني بحجة إنه مؤتمر وطني، الكلام ده ما بيبقى، ودي حرب كيزان وحرب ضد الشعب السوداني شعب الهامش وقع. ونحن الناس الزمان المؤتمر الوطني بيستخدم أهلنا وبيستخدم أبهاتنا ويستخدم جدودنا في حرب الجنوب وفي الحروب في دارفور وفي جبال النوبة وفي كردفان. نحن الآن وعينا وعرفنا إنه عدونا منو، ويجب إنه نحن كلنا نحمل السلاح ونقاتل. وحربنا حرب وجود، حربنا مع زول انتهك مواردنا ويغتصب موارد الدولة السودانية، حربنا مع كيزان هم أس البلاوي في الدولة السودانية، حربنا مع ناس سرقوا أحلامنا، سرقوا طموحاتنا، سرقوا خيرات الدولة السودانية، باعوا أراضي الدولة السودانية، ديل دمروا مشروع السكة حديد الخلاه المستعمر خلاه الإنجليز ومشوا، ديل دمروا مشروع الجزيرة، وديل هجروا أبناء الجزيرة، وديل الآن قتلوا أبناء الكنابي في الجزيرة على أساس إسنوا غبلي، وقتلوا أبناء دارفور في 2003 على أساس إسنوا غبلي، وقاعدين يضربوا أهلنا في جبال النوبة بالبراميل المتفجرة على أساس إسنوا غبلي، وقاعدين يضربوا الغاز المسيل للدموع وبيضربوا الغاز المحرم دوليا في الدمازين على اساس اسمه غبلي. فبالتالي نحن ضد الظلم وضد اي زول انتهك ابناء الشعب السوداني وينتهك شرف الدوله السودانيه، ثاني مبعوث وما بيحكمنا، ونحن وعينا وعرفنا نحمل السلاح ضد منو ونرفع البندقيه في ضد منو. نحن هاي في الحرب دي قدمنا فاتوره بتاعت رجال، لكن يعني من اجل القضيه دي كلنا لو ذهبنا الجيل اللي بيقوم جديد والاطفال اللي بيولدوهم الليله حيكونوا ثوريين، ونحن بدينا الثوره دي، والثوره دي ما حتجي فينا، الثوره دي الا الطهير او يجد او بني السودان حقيقي، او السودان ده ما حيمشي بالطريقه دي. لو كان جا منو ذات السودان ثاني ما حيمشي بالطريقه القديمه، بالعقليه القديمه بتاعت السيد والعبد دي ثاني ما في. كلنا نعيش سودانيين، نحترم بعضنا البعض، نقبل بعضنا البعض، نعمل ردخ للنسيج بتاع المجتمع السوداني، نقبل بعضنا البعض، نحترم العادات والتقاليد بتاعت المجتمعات السودانيه المختلفه، ونحترم الثقافات بتاعتنا. يعني احنا السودان ده ما بيتحكم بالطريقه القديمه دي. الحرب دي بتدور لو تستمر 100 سنه يجبنا سودان حقيقي، يا تستمر الحرب ويستمر البل وحباب البل. نحن ابناء الهامش ما لاقين حاجه، لا عندنا مال، لا عندنا سلطة، لا عندنا ثروة، لا عندنا عمارات، ساكنين في بيوت قش، كان ولعت كبريتة بتشا وطلعنا نحن برا تطلعنا كل تحرك حي كامل بقشه بتاعت كبريتة واحدة. ده الظلم في بلد زول قاعد مولود في كردفان، بلد كلها خيرات، بلد فيها سمك سوداني، بلد فيها ثروة حيوانية، بلد فيها أراضي خصبة للزراعة، بلد فيها يعني ثروة بتاعت ماشية، بلد فيها الماء فيها شنو؟ الماء فيها شنو؟ ذهب ويورانيوم، شنو؟ يعني دارفور دي مفروض دارفور وكردفان دي يكونوا جنة، يكونوا زي المالديف، يكونوا زي الدول متقدمة زي ماليزيا وغيرها، زي الدول المشت بسرعة الصاروخ إلى الأمام، لأنه نحن عندنا الميكانيزمات، عندنا الإمكانيات، لكن نحن ما وجدنا حكام عادلين، وجدنا فاسدين، ونحن دعمنا فاسدين. نحن نستاهل الشيء اللي حصل لنا من دول 56 حكمونا 70 سنة. ثاني نحن إذا ما حكمنا 70 سنة السودان ده ما يمشي لقدام. انا من انصار انه محمد حمدان دقل وموسى يحكم السودان ده 30 سنه، بعد ذاك يفك كل الشعوب الاصيله في الدوله السودانيه. ثاني ما في جلابي بيجي يحكمنا، ثاني ما في شايقي بيجي يحكمنا الا بانتخابات. شو ما بتفوز، لانه نحن عارفين تماما المنتاليتي حقتكم، العقليه حقتكم، العقليه المريضه دي نحن عارفينها تماما. ومع احترامنا للشرفاء من أهلنا الشويقة، لكن الكيزان بتاعنا الشويقة والكيزان بتاعنا الجلابة تاني ما بحكمونا في الدولة السودانية، مع احترامنا لكل المكونات بتاع الشعب السوداني، مع احترامنا للشرفاء من أهلنا الشويقة في شمال السودان وفي كل البتاع. بالمناسبة للناس اللي ما عارفين إنه بيتكلموا ويقولوا إنه الشويقة دول موجودين في شمال السودان فقط، الشويقة دول موجودين معانا في كردفان، موجودين معانا في الوسط، في الجزيرة، في سنار، في أي مكان موجودين، وناس متعايشين مع المجتمع السوداني وناس طيبين، لكن بعض منهم السفل الملاعين ديل نهبوا خيرات البلاد، وديل اضطهدوا مجموعه كبيره من ابناء الشعب السوداني، وديل سرقوا موارد الشعب السوداني، ديل سلموا ارادتنا نحن لمصر، ونحن قاعدين الان تحت رحمه دوله زي دوله مصر، دوله لا تسوى بصل، دوله ساكت نمر من مش من ورق، ما تم نمر من ورق ذاته. وانا هتكلم في حلقه منفصله وهتكلم عن الاجرام بتاع مصر وعن تاريخ مصر ذاته، كان مصر عندها الميكانيزمات وعندها الاليه انه تحاربنا نحن كشعب سوداني وكرجال سودانيين. انا ما اعتقد ذلك، وده محتاج
موضوع منفصل سوف اتحدث عنه بكل شفافيه وبكل وضوح، وهنوضح حقيقه الموقف بتاع الشعب المصري او بتاع الحكومه المصريه تجاهنا نحن كشعب سوداني ورؤيتي لها انا شنو بالتحديد. اخيرا حنمشي للحته بتاعت والي القضارف الاعلن بانه يقفل حاجه اسمها يلغي بيحل اللجنه بتاعت الاستنفار والمقاومه الشعبيه في هو الفريق محمد احمد الحسن. الغى المساله دي. الكلام ده معناه واضح انه الان الابناء الهامش تموا بهم شغل وانتهوا منهم، بعد ده خلاص رفعوا يدهم منهم، عارفين انه الناس دي بيقوا ما بيقاتلوا، وفشل مشروع المقاومه الشعبيه ومشروع الاستنفار في كل مكان. الان الجيش بدا انه يمشي تلفزيون السودان ويجيب الصعاليق ناس النجومي والجماعه ديل وما اعرف معه الشكري تاجر اللبن ده، يجوا يقولوا الشعب السوداني يجيب مع القوات المسلحه وكده، انتوا شيلوا بندقياتكم تعالوا الصفوف الاماميه، ثاني ما سوقوا اهلنا بالخلا، ثاني ما سوقوا ناس القضارف، ناس سنار، ناس شنو الخلا، الناس التعبانين، ناس الهامش، البلاد بيبول ذيل ما تجيبون معاكم الحرب دي، انتوا كالرجال نزلوا اولادكم الموجودين في قطر، الموجودين في تركيا، الموجودين في مصر، الموجودين في الدول الخارجيه، جيبهم خليهم ينزلوا معاكم المقاومه الشعبيه، بعد ذاك عشان نقطع تاريخ الكيزان ديل وتاريخهم من الدوله السودانيه، عشان نعرف انه ده حرب بتاعت كرامه، ما تجيبوا لنا ان ابو بكر ديل وجون واسحاق وما اعرف ليك ما اعرف لك كوكو وكوا وبتاع تجيبهم لنا في الحرب. انا تاني ما دارين زول بلاك بيبول يجي كاتل، ما دارين زول من هامشنا الكبير العريض ده اسحاق ابو بكر احمد شنو ناس بتاعتنا ما تيجوا تحاربوا لنا، اهلنا ناس القضارف. الرساله دي واضحه، الشيء اللي حصل في الدمازين والله ممكن يحصل لكم في اي لحظه، احنا ما بنتمنى انكم انتوا تتبلوا، ونتمنى لكم انكم انتوا تبنوا السودان ده مع الناس، اقعدوا امشوا ازرعوا شوفوا لكم مريس اشربوها، ابقوا بعيد من الحرب دي، امشوا اشتغلوا ما اصلا انتوا تاريخيا معروفين. عبد العزيز بركه ساكن كتب عنكم الجنب مسامير الارض، انتوا مسامير الارض، يعني ناس زراعه وتعبانين بتزرعوا الجلابي ده، الجلابي بيمشي بيع الخير حقكم ده خارج السودان وبجني المليارات، وانتوا قاعدين عايشين في كمبو ما اعرف لك كمبو كديس كمبو ما اعرف لك شنو، الكلام ده ما ينفع. يجب انك تسكن في الحضر، الدوله تخطط لك بنى زي الناس، تخطط لك اراضي مع الناس، الدوله تبني لك مدارس، تبني لك مستشفيات، الدوله تحترمك، تجي تستخرج رقم وطني انت من القضارف، ما يقول لك جيب 4 جهود وجيب شهاده معرفه وامشي وتعال، الكهرباء ما في، الشبكه انتهت، دي عنصريه، ودي شغل بغيض من ابناء المركز والجلابه. فبالتالي نحن والله حملنا السلاح ده ووقفنا مع القضيه دي عشان نغير الظلم ونغير المنتاليتي القديمه بتاعت الجلابي. فبالتالي يجب انه الناس يبعدوا من المأزق ده، والشيء اللي حصل في الدمازين جدير انه يحصل بكم كلكم. ودي رساله لابناء الهامش العريض، انطلاقا من مسؤوليتنا السياسيه والاجتماعيه تجاهكم كابناء هامش واهلنا، والله نحن نوجه لكم الرساله دي بالتحديد اهل ناس القضارف، لانه انتم اللي قاعدين يغشوكم، قاعدين يخدعوكم بالمقاومه الشعبيه وبيدفعوا لكم 100,000 و200,000 بتفتكروه قروش. فبالتالي الرساله دي واضحه، وناس الدمازين ده قبل يوم خشوهم واحد بده 100,000 خمسات، بيجي ما بعرف عدد القروش، عمره ما مسك 10,000، فبالتالي بيجي بموت وما بعرف عدد القروش دي، بيجيبوا له شوال بتاع قروش وشوال فارغ ساكت وقروش منتهي الصلاحيه. تاني ما تنغشوا وما تنقطعوا وابعدوا من الحرب دي ما حقتكم. في الختام نحو سودان فدرالي ديمقراطي تسود فيه العداله وحكم الغاية.